عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه منى ستايلز او حكايات منى. واخيرا النهارده جوله في الاساس المجاني اللي هو بتاع التحديث الجديد وهو تحديث العرب. طبعا يا جماعه لو مشفتوش الجوله اللي انا عملتها فيه ادخلوا على طول على قناتي هتلاقوه. طبعا يا جماعه قبل ما ابدا في اي ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل لحلمنا وهو 1000 مشترك، وتعملوا فولو لقناه الواتساب بتاعتي اللي بنزل عليها كل الطرق بتاعتي لتحميل الالعاب مجانا. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وكمان لينك الحساب بتاع تيك توك بتاعي. يلا بينا عشان مطولش عليكم. اول حاجه ضافوها وهي شجره الساكورا، صراحه هي شجره تحفه جدا، وكمان انا صراحه حبيتها اكتر من اللون البينك الغامق، حبيت اللي هي الفور فري اكتر. خلينا بقى نشيلها عشان صراحه واخده زحمه كبيره قوي. خلينا نشوف الحاجه التانية. وكمان ضافوا الادوات اللي هي بتاعت الزراعه دي يا جماعه، صراحه هي تحفه قوي. البتاعه دي يا جماعه مش عارفه اسمها الصراحه، ولكن هي بتحفر الارض، وكمان دي اعتقد اللي هما بيجرفوا بيها الارض، صراحه انا برضو مش عارفه. وكمان يا جماعه ضافوا اللي احنا بنقص بيها الغصن بتاع الشجره، وكمان ضافوا السبراي ده. انا بصراحه مش عارفه هو ده بيشيل ايه بالظبط ولا بيعمل ايه، بس اوكي. وكمان ضافوا اللي هو الزرعه الصغننه دي اللي احنا بنقعد ندوس عليها لحد ما تكبر. خلينا بقى نرجع كل حاجة مكانها ونشوف الحاجات التانية. طبعا يا جماعة أنا زعلانة جدا، ولكن النافورة والشمسية دول للأسف مهماش من الأساس المجاني. أنا الصراحة زعلت جدا، بس قلت أعرفكم عشان يعني ما حدش يسألني في الكومنتات أو لو انتوا مش عارفين. وكمان يا حبايب منونة ضافوا البتاعة اللي عليها شجر دي، صراحة مش عارفة اسمها بس هي شكلها حلو، وكمان تنفع للبيوت اللي بيبقى فيها شجر وكده، يعني صراحة حلوة. كمان ضافوا السور ده، صراحة شكله حلو قوي. وكمان ضافوا الحجم الصغنن منه اللي هو السور الصغنن ده. على فكرة يا جماعة الحاجات دي ممكن تنفع مثلا افلام الرعب مثلا اعتقد، فانا حبيتها جدا. وكمان ضافوا ده، انا صراحة مش عارفة هو ده رف ولا ده ايه ده بالظبط، بس اعتقد مقعد. خليني كده اجرب بشخصية من الشخصيات. جبت شخصيتين طلع مقعد. وفي حاجة نسيت اقولها لكم، ان كمان السور ده برضو من الاساس المجاني، حبيته جدا. وكمان شجرة الليمون دي برضو يا جماعة من الاساس المجاني. طبعا يا جماعة انا بعمم على اي حاجة ان هي اساس برضو مجاني بتحطوها في اي مكان، فاهمين يعني، مش قصدي حاجة. وكمان ضافوا الباسكت اللي انتوا شايفينها دي، باسكت ايه، السله دي. طبعا يا جماعه زي ما انتوا شايفين فيها كده شجر وحاجات شكلها حلو قوي الصراحه. وكمان ضافوا اللي هو الشجر الصغنن ده، والشجر برضو التاني ده حبيت قوي الصراحه. وكمان ضافوا الطوب اللي على الارض ده حلو قوي، مثلا لو عنده جنينه في البيت مثلا تعملوه كده كانه ماشيه زي ما انا عملت. وكمان يا جماعه ضافوا البتاع اللي بترش ميه، صراحه مش عارفه اسمها بس حلوه قوي. وفي حاجة انا مش متأكدة منها، بس هم تقريبا ضافوا خلية النحل دي، بس شكلها حلو قوي، واتمنى ان هم يكونوا ضافوها. عموما كل حاجة هنعرفها يوم الثلاثاء القادم اللي هو 4 أغسطس. في حاجة هتتبسطوا بيها جدا يا جماعة، ضافوا حبة زرع حلوين جدا زي ما انتم شايفين الزرع ده. ضافوا زرعة الصبار دي شكلها حلو، وكمان الزرعة اللي على كرسي دي حلوة قوي برضو. وضافوا كمان الزرعة دي صراحة مش عارفة اسمها، وضافوا برضو الزرع الصغنن ده، واللي هي بتتعلق دي شكلها تحفة. وكمان ضافوا اللي هي دي شكلها مودرن قوي الصراحة يا جماعة. وكمان برضو الزرعة اللي بتتعلق دي. وضافوا ايه تاني، ضافوا برضو الزرعة دي شكلها حلو قوي، بحب اصلا شكل الزرع ده عموما. ودي برضو يا جماعة حبيتها قوي، شكلها شيك كده وكتكوت. ودي برضو يا جماعة شكلها حلو قوي، انا صراحة بحب الزرع الملون اللي زي ده. وحبيت قوي زرعة الصبارة دي يا جماعة، شكلها حلو قوي وطويلة كده، توكا بوكا عمرها ما عملت حاجة زي كده. وحبيت قوي يا جماعة فكرة الزرعة اللي عليها كتب دي، شكلها حلو قوي، واللي لونها بينك دي يا جماعة شكلها حلو قوي الصراحة. حبيت قوي يا جماعة شكل الوردة اللي هي في الفازة دي، هي مش وردة، هم حبة ورد هم محطوطين في فازة شكلهم حلو قوي. وكمان برضو حبيت دي قوي يا جماعة، شكلها تحفة. وحبيت دي برضو يا جماعة متنقلة كده وشكلها حلو. وبس كده يا جماعة، احنا كده خلصنا كل حاجة في التحديث الجديد. طبعا لو حبيتوا الاساس المجاني اللي لعبة توكا بوكا وفرته، ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد من عندي، وانتظروا الحلقات الجاية من يوميات منونة المجنونة في لعبة افاتار وورلد. وبحبكم، باي.